اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده كان فطارنا كده النهارده، خفيف كده على المعده. عايزه اقول لكم ان انا لسه مطفيه على الاكل حالا ومخلصه قلي البنات. عصير الفراوله كده النهارده، معايا كوبايه مانجا بايته اهي، ومعايا كوبايه ديت مانجا على فراوله، لقاها مغيره من تحت صفارة اهي ومن فوق فراوله. ده البنات. عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظالمه اللون خالص. دي طبق رز بشعريه وخلطه عجه من اللي كانت بايته، طبعا كنت موريها لكم. وده عصير فراوله، عامله الفراوله ساده مفيش فيها اي حاجه. وده المخلل بتاعنا مشكل. ده البنات. ده المكرونه واحده من واحده، مش معجنه، مفيش فيها ريحه التعجين خالص. بس باينه اهي، افتحها كده تشمها كده. شفت البنهايه كفر بره، كفر بره. سامعين صوت الخرفشه؟ معنى ان دوت اوائل الدور اهو. شفت النساير؟ كفر اهو، كفر ما سابش في الزيت اهو، طعمها دمار زي ما انتم شايفينها كده. هاتي يا رحمه كده، نساير اهي سيرة بالسيرة اهي، والكفر موجود. وطبعا مستويه وجميله جميله، عايزه تبقى مستويه والكفر لازق عليها وحلوه كده زي ما انت سامعه اهو. اخر واحده زي اول واحده اهو، طبقين زي بعض. اخر واحده زي اول واحده، ووش زي ده، وش زي ده. عايزه تخليه مقرمش كده والكفر لازق عليه، تهدي عليه النار، يعني تسخني الزيت وتحط اول دور وتهدي عليه النار. زي ما انتم شايفين رحمه مبسوطه من الخرفشه بتاعتي. طبعا الاستريبس والبناء والكلام ده كله انا بعمل له تتبيله في البيت. تتبيلته اهي اهي، وعاملاه بتتبيله مميزه جدا. لو عايزين ده التمر، قبل ما اودى بتقول لكم نسينا نحط التمر. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبكم شكل الاكله او عايزين الوصفه كامله قولولي وانا اجربها معاكم واقول لكم طريقتها، وننزل بقى بالفيديوهات بالتفاصيل بالظبط. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.